يبقى لازم حاجتين: تؤمن بموته وتفرح بقيامته. تؤمن بموته لأن مات لأجل خطايانا، وتفرح بقيامته لأنه أقيم لأجل تبريرنا. أدي رأوبين وجاد. طب لو أنا في الجسد أمنت بموت المسيح وفرحت بقيامته، هيحصل لي إيه؟ نص 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 صوت منسى. إيه منسى؟ أصل لما ولد الولد الكبير قال ربنا نساني إيه؟ التعب. فأنت وأنت في المسيح التعب مش هيروح بالكامل، هيروح. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب، وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك، عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا إن احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. ما هو قبل الموت؟ الأردن يعني الموت. كلمة أردن كلمة أرامية معناها الموت، نهر الأردن. ما هو قبل الأردن؟ رأوبين وجاد ونص منسى. يعني ايه؟ يعني ايه اللي هتاخده قبل ما روحك تخرج من جسدك وانت في المسيح يسوع في الارض؟ هتاخد حاجتين: رأوبين رأيت ابنا. ابن امتى رأوا الابن؟ امتى اليهود رأوا هذا الابن؟ قالوها في المزمور: سمعنا به في أفراته ورأيناه في موضع الغاب. ايه أفراته؟ بيت لحم. لما قول مجوس وأين المولود ملك اليهود وأورشليم كلها اضطربت، حد منهم كلف نفسه وراح يشوفه؟ لا، سمعنا بس. طب امال شفتوه امتى؟ في موضع الغاب، جبل الجلجثة وسط الوحوش وهو معلق على الصليب. لدرجة المزمور يقول عليه: نجيني من وحيد القرن، نجيني من فم الأسد، أقوياء بشان اكتنفتني، جماعة الأشرار التفوا حولي. كان في غابة في وسطيهم. رأيناه في موضع الغاب يعني رأيناه على خشبة الصليب. يبقى أول حاجة لازم تقبل خلاصه الذي قدم من أجلك على خشبة الصليب، وده موته على الصليب. طب بعد رأوبين ايه؟ جاد. جاد يعني ايه؟ سعد او فرح. طب دي بتشاور على ايه؟ فرح التلاميذ إذ رأوا الرب أراكم فتفرح قلوبكم. يبقى لازم حاجتين: تؤمن بموته وتفرح بقيامته. تؤمن بموته لأن مات لأجل خطايانا، وتفرح بقيامته لأنه أقيم لأجل تبريرنا. أدي رأوبين وجاد. طب لو أنا في الجسد أمنت بموت المسيح وفرحت بقيامته، هيحصل لي إيه؟ نص 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 صوت منسى. إيه منسى؟ أصل لما ولد الولد الكبير قال ربنا نساني إيه؟ التعب. فأنت وأنت في المسيح التعب مش هيروح بالكامل، هيروح إيه؟ النص. يعني إيه؟ يعني لازم تشوف ضيق، بس فرحك بموت المسيح وقيامته هيخفف عليك الضيق، يخليه النص، يخليه النص. شوف يقول لك ايه: ليس احد ترك ابا او اما، اخا او اختا، زوج او زوجة او اولاد من اجل اسمي الا ويجد في هذا الدهر 100 ضعف مع اتعاب. خلي بالك الآية: 100 ضعف مع اتعاب. متضايقين لكن غير مكتئبين. اهو ده نص. في تعب، ما اقدرش اقول مش هتعب، لازم اتعب، لازم اشاركه الامه، لانه بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل. عشان كده الضيقه بالنسبه للي ما بيؤمنوش بالمسيح، عارف الكتاب بيسميها ايه؟ نكبه. كثيره هي نكبات الشرير. طب ونفس الضيقه بالنسبه للمؤمن: كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. تيجي الضيقة للشرير تبقى نكبة تنهي عليه، تيجي الضيقة للمؤمن تنقيه
وتثقلوا وتقربوا لربنا اكتر. يبقى ده شرق الاردن. بعد ما نروح غرب الاردن، بعد ما نعدي هنلاقي نص سبط ايه؟ نسى الكامل. يعني ايه؟ يعني النسيان الكامل هيجي، لان الرب هناك سيمسح كل دمعة من عيوننا. هذا هو ملخص اصحاح 32. اصحاح 33 بيتكلم عن رحلة البرية. رحلة البرية خرجوا من رعمسيس وانتهوا إلى حتة اسمها أبل شطين في عربات مؤاب. كم محطة عدوا عليها؟ 45 محطة في 40 سنة. دي بتورينا حاجة، إن البرية أرض ليس فيها مسلك، لكن الله كان بيقودهم فيها، أي في تيه، لكن أقادهم في برية العالم. وخلي بالكم طلعوا من رعمسيس يعني ابن الشمس. رعمسيس يعني ابن الشمس، ابن الإله رع. فخرجوا من عند إله الشمس أي إله المصريين علشان يتجهوا إلى إله إسرائيل. ولما اتجهوا لإله إسرائيل وصلوا إلى أبل شطيم، يعني أبل يعني سهل، وشطيم يعني الصمت، والصمت رمز لعدم الفساد، لأن خشب لا يسوس. خشب الصمت خشب لا يسوس، يعني هيدينا الطبيعة التي لن تقبل الفساد. وده الخروج اللي هيخرجنا به ربنا من ايه؟ هيخرجنا به ربنا يا احبائي من هذا العالم. اصحاح 34 بيعلمنا ايه؟ بيعلمنا حاجة واحدة، ان ربنا حدد لموسى الارض، حدودها من الشرق كذا، ومن الغرب كذا، ومن الشمال كذا، ومن الجنوب كذا. طب دي تعلمنا ايه؟ تعلمنا حاجة حلوة. الوعد اللي وعد به موسى شعب اسرائيل خدوه ولا لا؟ خدوه. يبقى الوعد اللي وعدكم انتوا بيه هتاخدوه. انا ذاهب لأعد لكم، مش هناك، انا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى اعددت المكان اتي واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم. فاذا كان لشعب بني اسرائيل حدد لهم الاماكن، وحدد حاجة عجيبة، يقول لهم ايه؟ الارض تقسموها على الاسباط بالتساوي. بس كل سبط الكثير تكسرون له والقليل تقللون له. يعني ايه؟ يعني مثلا عشان اوضح اكتر، سبط يهوذا مثلا هياخدوا السبط كله 2000 فدان. طيب سبط يهوذا كم عشيرة؟ مثلا 12 عشيرة. يبقى 2000 فدان يتقسموا على ايه؟ على 12. نروح في العشيرة نلاقي علات، فلان ومراته ومعاه عيل، وفلان ومراته ومعاه عيلين، وفلان ومراته ومعاه 4، وفلان ومراته معاه 6. على قد عدد الثمر على قد ما ياخد في الارض. القليل تقللونه والكثير تكسرونه. طب ودي بتعلمنا ايه؟ ان نجما يمتاز عن نجم في المجد. اي نعم كلنا ورثة مع المسيح، لكن الاتعاب ستقسم بحسب الاعمال. يكللنا بحسب اعمالنا، يعطي المجازاه لينا على حسب ما نتعب. الكثير تكسرينه. مين اكتر واحد جاب ثمر؟ قال جهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي الديان العادل. يبقى اذن هنا بحسب التعب اللي انت بتتعبه. وما تخافش، اي تعب بتتعبه من اجل ربنا مش هينساه. اقول لكم نصيحة وتسمعوها مني،
التعب اللي هتتعبوه من أجل الإنسان بمجرد ما تقلل في تعبك ينسى كل اللي انت عملته. تخدم وتخدم 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 ورجله تكل في حاجة، لا 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 ده عمل وعمل وعمل وعمل. طب افتكر اللي عمله قبل كده. لكن ربنا مش كده، ده ربنا هيواجهكم بحاجات انتوا اللي نسيتوها. صدقوني، كنت عريان، كنت عطشان، كنت مسجون، امتى يا رب مش فاكرين؟ قال لكم انتوا مش فاكرين، بس انا ايه فاكر. ده انا ما بنساش كوبايه الميه البارده اللي بتتقدم باسمي. فتوزيع الحدود في اصحاح 34 بتورينا حاجتين، ان زي ما ربنا وعد هيدي، وزي ما وعدنا يذهب هيدينا، وان الاكاليل في السماء بحسب الاتعاب. القليل تقللون له. اللي عنده ثمر قليل، طبعا هم بالنسبة لهم اللي عنده ثمر يعني أولاد، لكن احنا ثمرنا ثمر روحي. والكثير تكثرون له. تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. وده الدرس اللي بنتعلمه مع إيه؟ مع الإصحاح 34. إصحاح 35 بيعلمنا إيه؟ نصيب الكهنة. قال له تيجي حوالين الهيكل، بيت الله يعني الخيمة، وتقيس 2000 دراع من الشرق، و2000 دراع من الغرب، و2000 دراع من الشمال، و2000 دراع من الجنوب. يعني الكهنة يكونوا محيطين بالهيكل. ده سبط لاوي. سبط لاوي ما ياخدش في الارض، لكن ياخد مسكن ومرعى، يعني ياخدوا مساكن ومراعي لهم ولأولادهم، لكن ارض ما ياخدوش، لان نصيبهم الرب. ويبقوا ملتصقين ببيت ربنا من كل مكان. التصاقهم ببيت ربنا يديهم شبع ويديهم غنى، والتصاقهم ببيت ربنا يقدروا يحمل بيت محدش يقدر يدخل له من اي ناحية. وده اللي بيقدمه لينا في نصيب الكهنة واللاويين. اخر اصحاح يختم بيه سفر العدد. مرة جاية نتقابل مع سفر الخروج من اوله، لان بناخد التكوين في اجتماع السيدات، وخدنا التثنية وخدنا العدد، يبقى هندخل للخروج. اخر اصحاح 36 بيعلمنا حاجة عجيبة جدا، وده اللي بيختم فيه دروس في البرية. وهم بيقسموا الارض، في واحد اسمه صلفحاد. صلفحاد ده من سبط منسى، خلي بالكم من النص الثاني، يعني احنا بدأنا بالنص الاولاني في سبط منسى، نروح للنص الثاني من سبط منسى. معنى كلمة صلفحاد يعني تمزيق، ودي اخطر حاجة، الانقسام او التمزيق. اذا انقسم البيت على ذاته يخرب. اصعب حاجة التمزيق. في واحدة اسمها ميرنا في سوريا، ظهرت لها العذراء. انا ما بجريش ورا المعجزات كتير، مش ما بؤمنش بالمعجزات، لان انا بقول كلمة الله، كلمة ربنا اثبت من اي معجزة. لكن اللي لفت نظري ان اول رسالة قالتها العذراء لميرنا، قالت لها الكنيسة جسد ابني، من قسمها فقد اخطأ، ومن فرح بتقسيمها فقد اخطأ. الكنيسة جسد ابني، من قسمها فقد اخطأ، ومن فرح بتقسيمها فقد اخطأ. عشان كده هنشوف هنا كلمة صلفحاد، يعني انقسام، يعني تمزيق، يعني شيل من هنا وحط هنا. واخد اللي بالكم؟ انا لبولس، وانا لأبولس، وانا لصفا. هل المسيح انقسم؟
مش الكنيسة علمتنا في صلاة باكر حتة واحدة حطتها كنيستنا الأرثوذكسية في صلاة باكر: مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل. رب واحد، إله واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد. مش ده اللي بنردده؟ ولا ببغانات بنردد كلام وما نعرفش معناه؟ ايه يا عمنا صلفحاد ده؟ صلفحاد ليه ثمر. كم ثمرة؟ 5 ثمرات، بس للأسف كلهم بنات. فالرؤساء قالوا لموسى: شوف صلفحاد عنده بنات، هياخد نصيب ايه؟ كبير كبير. طب ما بناته لما يتجوزوا من سبط تاني فالنصيب هيتنقل من سبط منسى يروح للسبط، لان طبعا العروسه بتتبع مين؟ جوزها. فيروح للسبط التاني، يبقى السبط التاني كسب وسبط منسى ايه؟ خسر. فقال الرب لموسى: قد تكلم بالحق. الكلام ده مظبوط. في السبط الواحد، خلي بالكم، اللي ما يخلفش اولاد ويخلف بنات لازم البنات يتجوزوا من نفس السبط علشان الميراث ما يخرجش من بره السبط. شوفوا الجمال. يعني ايه؟ يعني عشان نمسك الميراث ونتمسك بيه. تمسك بالتخم اللي رسموه ابائك وجدادك. اشرح للناس جمال عقيدتك، بلاش تجرح في غيرك. وهل تجريحك في الآخرين هيجيب الآخرين ليك؟ قول جمال معتقدك، قول حلاوة معتقدك، ما تقعدش تقول في وحشة غيرك وغيرك وغيرك. خليك في السبط وفي التخم اللي خدته، وتمتع بالتعليم اللي خدته. وفي إله هو اللي هيوزع في الآخر. ادي هنا التعليم اللي عايز يعلمهم. والعجيبة البنات ال5 الأولى اسمها محلة، يعني مريضة. اللي بيخلينا نتمزق المرض النفسي. التانية اسمها ترصة، يعني فرح بالمنظور، جري وراء إثبات الذات. التالتة اسمها حجلة، يعني عرجة، جت منها كلمة يحجل. إلى متى تعرجون أو تحجلون بين الفرقتين؟ اللي يجري وراء الانقسامات ولا غيره. واللي بيعرجوا الحقيقة مرض، واخد بالكم، ومظهرية وعرج، وفي الآخر يقول لك أنا كده بثبت ملكيتي، ملكة. نمرة 4 بدافع عن حقي، وفي الآخر توصلوا إلى نوعة اللي هي الضياع. احنا محتاجين للحب. درس البرية بيطلب مننا نحب بعض ونتقبل الآخر ونصلي من أجل الآخر ونشرح للناس جمال تعليمنا وجمال عقيدتنا وجمال حياتنا. والله هو الكل في الكل، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك، عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا إن احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. بشير بسيط منك تقدر تخلي ناس تانية كمان تسمعه وتستفاد. And don't forget to subscribe and active the notification ring.